السلام عليكم الاخوات، كيف بقيتو؟ مزيان؟ كنتمنى من الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدموا الشباكيه بطريقه بسيطه كيف ما كنقدموها كاملين، ولكن انا غنطيبهاش في الزيت، نديرها في الفران. نتمنى من الله تعجبكم. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، عندنا كيلو ديال الدقيق. انا غنغربلو، انا معبور عندي، راني حاطه عبرتو درتو في البانيو حدايا. دقيق الفورص اللي صالح للحلويات. غادي نغربلو هاد الدقيق كامل صافي. غنديرو واحد الحفره في الوسط، غادي نديرو هنايا نص كاس ديال الزبده. تنطيبو تكردوها نوازيط، وكنديرو نص كاس ديال الزيت البلديه، يعني كاس ما بين الزبده والزيت. كنبسبسو هاد الدقيق مزيان بالزبده والزيت حتى كيتمسبسو بيدينا مزيان. عاد كنديرو العناصر الاخرين. عندي هنايا الزنجلان كاس، وعندي كاوكاو طحنتو مزيان كاس، وعندي معلقه ديال النافع ومعلقه زنجل ديال حبه حلاوه، صفر بيضه، نص كاس ديال الزهر، شويه د الخميره ديال المعجونه وخميره الحلوه، شويه د الخل، وعندي هنايا شويه ديال سنيده، شويه د الملحه، معلقه د القرفه، سميتو ساشيه ديال الزهر، نسمه ديال الزهر صافي، والمسكه الحره. وانا درت الخرقوم، تقدروا ديروا تعوضوه بالزعفران الشعره عندكم ولا الزعفران. المهم انا درت الخرقوم البلدي، الكركم يعني هو اللي درت. معلقه تما غنخليها هي التاليه وهي باش غادي نعطي اللون. صافي غنبسبسو هاد الدقيق مزيان حتى كندخلوا في ديك الزبده والزيت. عاد غادي نبداو نديرو العناصر الاخرين. وبالنسبه للماء على حسب الخليط، انا درت شويه د الماء دافي راني دايره حطه حدايا حتى كندخلوا العناصر مزيان. وعاد كنبداو نعجنو سميتو. كتجي غزاله هاد الشباكيه، كتجي مبسبسه وزوينه ولذيذه بزاف. كنتمنى من الله تعجبكم. نص كاس ديال الزهر، انا درت هنايا 4 ديال المعالق، راهي ما عبرتوش. المهم هانتوما درت 4 ديال الكاس، وغنزيد واحد شويه تقريبا 2 الكاس. المهم نتوما عبروا 4 المعالق كبارين. درت هنا شويه د الخميره المعجونه ديال الخبز، غير شويه داك راني درتها في الماء. درت صفار بيضه، درت هنا معلقه د النافع ومعلقه د حبه حلاوه، كاس ديال الزنجلان مطحون مزيان باش ما يقطع لكمش العجينه، وكاس ديال الكاوكاو مقطع حتى هو مطحون مزيان باش راكم عارفين، وخماره ديال 8 غرام ديال العجينه. كتجي منسمه ولذيذه بزاف. وهذا الماء دافي حاطه حدايا، نحطو حدايا باش نبداو نعجنو. دابا ندخلوا هاد المكونات مزيان في العجين ديالنا، وعاد غادي نبداو نديرو الماء على حسب الخليط. هذه ديال الفران الاخوات ما تقصحوهاش، ماشي بحال ديال اللي كتقلى في الزيت. اللي كتقلى في الزيت كتجي شويه قاصحه، هذه تجي شويه رطبه باش ما تجيش قاصحه في الماكله، لان غطيب غير في الفران. يعني الزيت كتهششها، اما هذه ما غاديش نديروها في الزيت، غادي نديروها غير في الفران. هذاك الشيء علاش باش نديرو، لانه نحاولوا ماشي جاريه، نديروها شويه هكا العجينه ديالها خفيفه. صافي كنديروا الماء غير بشويه بشويه، ما ديروش الماء في دقه واحده باش ما تجيكمش جاريه. تبقاو تخدموا عينكم ميزانكم وانتم كتخدموا. تقريبا راه شي كاس ونص ولا ماشي تقريبا كاس العنبه هكا. قد المره ما درتش الماء كامل، هانتوما كتشوفوا. يعني ما عبرتش بكاس العنبه، درت غير هكا. يعني راكم عارفين هذه الفران ما خصهاش تجي قاصحه بزاف باش تجي زوينه في الماكله. صافي كنبقاو نخدموا على هاد الطريقه هذه هكا غير بيدينا.
صافي بهذه الطريقه هذه كنبقاو نخدموها. صافي كنديروها ترتاح واحد شويه. هذه كتخدم في نهارها وكطيب في نهارها، ما كنبيتهاش انا. هذه ديال الفران انا كنت كنديرها من قبل ما ندير القناه، كنت كنديرها كتنجح لي 100%. هذه هي الطريقه المعتمده اللي عندي زعما قبل ما ندير القناه. يعني القناه ما عمري ما درتها، اول مره غادي نديرها. بغيت نشاركها معكم، درتها للدراري وبغيت نشاركها معكم. ندلكوها شي شويه صافي. كنبقاو نجمعو. غادي نديرو داك المعلقه د الخرقوم باش نديرو فيها باش تعطي داك اللون. تقدروا ديروا في الاول، تقدروا ديروا في التالي، المهم انا خليته حتى التالي. هذا غير اللون وصافي. كندلكوها مزيان يعني لحقاش هي خصها تخدم في البلاصه ديالها. يعني يلا كان على ما نجمع هادشي اللي عندي وكنديرها تنقطعها نديرها في المويكاز وكنخليها صافي. ها هي وجدات. ها نتوما العجينه كتجي خفيفه شويه، ما كتجيش كتنقطعوها. صافي هنايا طلقناها. كنطلقها بشويه د النشا، ما ديرولهاش الدقيق لان الدقيق غادي يشربها لكم وغادي تجيكم قاصحه. حاولوا ديروا شويه واحد 2 معالق ديال النشا، حطوهم حداكم وخليوهم. العجينه راه كتلعبوا بها كيف بغيتو، ما كتقطع ما حتى شي حاجه، كتجي زوينه بزاف. حاولوا ما ترققوهاش بزاف، يعني حاولوا تخليو واحد السمكه هكا شويه، ما تكونش رقيقه حتى يبان سطح العمل، يعني تكون عاديه هكا شويه. هاد المايزينا راه ما كتبقاش باينه، راه كتحيد. يعني نتوما كتشوفوا فين نتوما كتخدموا هي راه كتحيد. كنطرسوا بالموس على هذا الشكل. تنقطعوا هكا هكا كنبقاو كندير طريقه سهله. ديروا واحد الاشطه تتقطعوا وتبكوا يعني بحاجه بطريقه بسيطه بزاف. يعني شحال من وحده كتعكز على الشباكيه غير بالشباك وداك الشيء باش هانتوما اخوات كتجي بهاد الطريقه هذه كتجي زوينه. صافي كتبركي من الجنب، تشدي لها القنيصات هكا وكتشدي من الجنيبات هكا وتبركي وكتحلي داك هكا صافي. تحلي هكا بالميس هكا بهاد الطريقه صافي كتجي ولا اروع وساهله بسيطه دغيا كدوز، يعني غير كتسالي.
انا زدت لكم واحد شويه بغيت نحط واحد شي حاجه تفهموا اكثر. هانتوما كديروا 5 ديال شرائح ديال العجينه، صافي كتشدوا كديروا من الجنيبه هكا صافي، ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. تحطوا شي ميزه ولا كتحلوا العجينه هكا مايزينه، ما غتلصق لكم ما حتى شي حاجه، والعجينه ديالها راه زوين. المهم التشباك راه فيه بزاف ديال الطرق، يعني بزاف حنا كنشوفوا كنمشيو غير السهله باش دغيا بنادم يربح الوقت ويسالي دغيا وما يعكسش على الحاجه وصافي. هادشي اللي كاين. انا درت تشبيكه اخرى عاوتاني طريقه اخرى. هذاك الطريفات اللي كيبقاو لي راه ما كنضيعهمش، انتو كنديروا 1 2 3 4 5، كنديروا 5 ديال الشريطات وكالسته تقطعوا. نوريكم هذه الطريقه ديال التشباك حتى هي ساهله وبسيطه بزاف. بالنسبه للاخوات اللي ما عجبكم راه غادي يشبكوا يعني ببساطه. هانتوما اخوات كتقلبي، هانتوما كتحلوا هاد العجينه بحال هكا، كتقلبيها على القفا ديالها، تديري جوج الاولين على وحده وديري الثانيين وحده على وحده هكا. هانتوما كتحلوها مزيان، كتشدي الفوقانيين صافي كتقلبيها وكتخرج لك الوريضه على هذا الشكل. تتقرصيها من الجناب صافي، تحليها من الجنيبات هكا صافي، هي كتجي ولا اروع. تحيدي دوك الجنيبات الا كانوا غلاض عندك بزاف تحيديهم صافي. ها هي الشباكيه ديالنا. نعاود لكم واحده اخرى. صافي كنحلوا هاد العوينات هكا بهاد الطريقه، 5 ديال الشريطات تنقلبوها، ما كنديروش على الوجه ديالها، كنديروا الخطوط الاولين جوج الفوق جوج، تنطويوها على هاد الطريقه، تنشدوا دوك الفوقانيين تنقرصوهم هي بحال هكا صافي وتنقلبوها. ها هي عطاتنا الوريضه ديالنا، طريقه بسيطه وسهله بزاف. صافي كنقرصوها من الجنيبه حتى هي وحنا كنحطوها. يعني انا كنطيبها في نهار واحد، راكم عارفين فيها الخميره ما يمكنلهاش تصبح تبات، خاصها ضروري. المهم حتى كنكمل كلشي وكنبدا نخبز تنبدا نطيب. نزيد معكم غير هذه. هانتوما اخوات تنشدو على هذا الشكل، كنقلبوا على الدار ديالها، تنديروا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، كنديروا هكا تطويوها صافي. كنشدوا الفوقاني مع الفوقاني هكا، تبقى على شكل وريضه هكا صافي. تنقلبوها صافي. هي الشباكيه ديالنا وجدات، تنبقاو هكا حتى كنكملوا الشباكيه ديالنا كامله. في الفران تيطيب تيسخنوه من قبل مزيان. الا كان ديال هانتوما انا طيبت في ديال الضو، طيبت في ديال البوطه باش دغيا. جوج تشبيكات اللي درت انا درتها في هذه شويه تحمرات ليا، التاليه خليت بنتي قبلاتها تحمرت خلاتها تحمر، ولكن الاولين تجاو زوينين واخا ماشي مشكل. جات رطبه الشيشه. كان العسل انا راكم شفتوني كان الملح لحته في القناه مصايباك سخنته. هي كتبغي هي تكون سخونه والعسل يكون سخون، هي كنجبدها ماشي سخون طيب، سخنته قبل ودفا يعني برد شي شويه صافي. بديت كنحط دايره الزنجلان حدايا. هانتوما الاخوات كي كتجي رائعه، كنتمنى من الله تعجبكم. كتجي فتيه وهشيشه معسله. هانتوما كنديرها في السوبيرات نيشان، ما بغيتش نخليها عاد الروينه عندي راكم عارفين. طبسيل هنا وطبسيل هنا والروينه قلت نيشان تنديرها تنستف وكنبدا ندردر فوق منها الزنجلان. العسل راه قداتني وكفاتني كاع. ولا بغيتو الاخوات تقدروا انا يعني ماشي غير حطيتها وزيتها، راني درتها خير الله وهي في يعني درت تقريبا شي نص ساعه ولا اكثر وهي في العسل. خليوها تشرب العسل مزيان
لان هذه الفرمش ما تجيش قاصحه. هذه شويه جاتني محمره ولكن جات ولا اروع. راها 2 كيلو. خرجت لي العرار ما تبارك الله. خرجت لي السوبيري يعني جبانها. نتوما الاخوات نقطع قدامكم. هانتوما هشيشه